يا لهوي، يا لهوي، يا لهوي على اللي حصل فيكو. تنسوا ازاي جمهورنا ازاي رايح جاي الاهلي هاب فيكو. اوه 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 في اسوأ حالاتي، من غير خط دفاع، من غير باك يمين، من غير مهاجم، وانت لعبتي. انت يا زمالك لعبتي. هتقول لي يا حبيبي انت مركز تالت، اقول لك مالكش دعوه، بره عنك، بس هضيع عليك الدوري. هضيع عليك الدوري. هتقول لي انت تلعب كونفدراليه، اقول لك ما انا هاجي اسالك العب الكونفدراليه ازاي ما انت متعود، ولسه باقي ماتشين. مش بعيد بيراميدز ياخد الدوري وانت اللي تبقى مركز تالت واخد انا المركز التاني. هنيجي نتكلم في الحلقه عن كل حاجه، بس تروح تقول له ايه؟ روح قول له ايه؟ انسى. روح قول له ايه؟ انسى. احنا البريمو وانتوا السيبنسا. روح قول له إيه؟ انسى. الف سلام عليك يا زيزي. يا زيزي انت كده، انت ده مقامك يا زيزي. ما تعيشوش دور مش دوركو، ما تعيشوش دور مش دوركو. احنا الاهلي في اسوأ حالاتنا تاني، في اسوأ موسم للنسيان، اسوأ موسم في تاريخ الاهلي وبرقعك ثلاثة. اسوأ موسم في تاريخ الاهلي وباخدك رايح جاي. باخدك رايح. كان بيقول لك فين امام، فين زيزو، بن شرقي الحقهم يا بيبو. شفت بن شرقي؟ يلا شفت فين بن شرقي؟ مشارك في الثلاث اجوان، رقعك اتنين وعمل اسيست. ولا الشحات؟ شحات ايه؟ على رأي مدحت شلبي ده احنا اللي شحاتين. احنا اللي شحاتين يا راجل. يا شحات قلت لكم، فاكرين قلت لكم ايه في الحلقه بتاعت امبارح بتاعت ليله الماتش؟ انا قلت لك لاعب الشحات ولاعب بن شرقي راس حربه. ده انا من اول الست ماتشات بقول لك لاعب بن شرقي راس حربه. يا راجل يا راجل حرام عليك، ضيعت الموسم، ضيعت الموسم. بس ادينا بنتعلم، ادينا بنتعلم. انا كان بالنسبه لي الماتش دوت حياه او موت، ما كانش فيها هزار، ما كانش ينفع، ما كانش ينفع. والله العظيم الزمالك فرقه فاضيه. زيزي يا زيزي ما تخافيش، ركبه بتخبط بقى، متساوي مع بيراميدز في النقط، ركبه بتخبط. والله ركبه بتخبط. وهينزل هيتعادل وهيخسر، مش بعيد الماتشين، مش يقول لك ماتش من الماتشين. عنده سموحه وعنده سيراميكا، هيتعادل وهيخسر ماتش من الاثنين، ومش بعيد الاثنين. وانا اهو وانت اهو. يوم ماتش الاهلي والزمالك انا قايلها لك، خليك فاكر، خليك فاكر. وبيقول لك ايه؟ من التالتة بنقول العب يا اهلي، بالروح والدم نفديكو. زمالك دراويش نجم يا سهلي، اسياد افريقيا ودايما فيكو. اعرف مقامك يلا، اعرف مقامك يلا. اتحط عليك في الملعب، اتحط عليك في المدرجات، اتحط عليك في كل حاجه. هنيجي للدخله. ايه الدخله دي يا زمالك؟ يا زمالك قول لكبهاتك يقفلوا قنوات الكرتون شويه. كابتن ماجد، قناه سبيستون. ايه يا راجل؟ كل مره كرتون شكل، كل مره الاقي داخل الكرتون شكل. بالله عليكم النبي، انا كنت بحب الكرتون بتاع الاسد سيمبا والسمكه نيمو. اعملوا لي الدخله الجايه، اعملوا لي الدخله الجايه يا زمالك. ده انتوا ليلتكوا سودا، ليلتكوا سودا. وقعد يقول لك اوه عايزين الحمرا. شفت الاحمر لما بيجي بيعمل فيك ايه؟ شفت ولا ما شفتش؟ قول لي فهمت ولا ما فهمتش؟ هتتعلم امتى؟ على مدار التاريخ هنعلمك ايه تاني؟ صدقني مش هتاخدوا الدوري. هنيجي نتكلم كفني وهنتكلم على الماتش دلوقتي. صدقني مش هناخد الدوري. ايه يا بن شرقي؟ ايه يا بن شرقي؟ يمشي يا جدعان، ده يقعد جددوا له، جددوا له، بس هاتوا له مدير فني بيفهم، مدير فني يوظفه صح، اذا كان هو ولا زيزو. واسوأ لعيب في الماتش امام عاشور. اسوأ لعيب، انا مستغرب ان امام عاشور لعب الماتش كامل. اسوأ لعيب في الماتش شوبير. ايوه كده يا راجل، ايوه كده يا راجل. سيبك بعيدا عن ضربة الجزاء، شال كورة يا جدعان بتاعت سيف الجزيري. كورة رد فعل عيال، اللي بيفهم هيقول لك رد فعل بتاعه مش طبيعي، سرعة رد فعل مش طبيعية. استمر يا ابني، استمر. سيبك الفريق كله كان واقع وهاجمناك وانا كنت خايف منك ومقلق الماتش ده، مش هنكر، بس استمر، استمر على ده اللي انت فيه. يا طهور، يا طهور. انا هتعلم الفرنساوي على الطلاق، هتعلم الفرنساوي يا طاهر. عارف قيمة التيشيرت، عارف روح المكان اللي بيلعب فيه، خايف على مكانه، خايف على اسم الاهلي، خايف على التيشيرت ده، خايف على زعل جمهور الاهلي. وتحيه كبير قوي لجمهور الاهلي، تحيه كبير قوي للناس اللي حجزت وراحت بالرغم من كل المشاكل اللي فيها الفريق. تحيه كبيره وتعظيم سلام ليكم، تعظيم سلام لجمهور الاهلي. هو ده جمهور الاهلي،
هو ده جمهور الاهلي. في الشده انا برضو ظهره، انا ليه درع الامان. انا الاهلي، انا الاهلي. كنتوا نسيتوا نفسكم، طلعتوا من جحوركم عشان الاهلي وحش. يا ابني في اقل والله العظيم الاهلي لو في نص مستوى، ربع مستواه من اول موسم ما كان حسم الدوري من 3 4 جولات، والله لو في ربع مستواه. بس الاسد يمرض ولا يموت، الاسد يمرض ولا يموت. اما الزمالك فهو مرات الاسد. تعالى، اداء مش احسن حاجه بس متعوده بالروح زي ما كنت بقول لكم. يعني الاداء مش التوب، انا مش بلعب سكسي فوتبول زي ما بيقولوا، بس في روح في الملعب، في روح على التيشيرت، في اللي انا عايز انزل اعمل حاجه. في ياسين مرعي اتعلم من الخطا بتاعه، اللي هو الجون اللي كان لازم يعمل فيه فاول بتاع بيراميدز، الجون التاني بتاع بيراميدز، وراح واكس بزيره واحده لما الاخر خلاص رايح على الجون من ناحيه اليمين. بنتعلم. الاسد ده مرض ولا يموت. مفيش اداء، مفيش الكره الجميله، مفيش بس يا باشا في روح، في روح. ده اللي كنا بنطالبكم بيه، انزل العب بروح. عارفين ان مفيش مدير فني، عارفين ان في مشاكل في الاداره، عارفين ان مفيش جهاز اداري، عارفين كل ده. احنا كجمهور بنطالبك انت كلاعب تلعب بروح زي ما لعبت النهارده. هتخلص السنه كتير صدقني. اللعيبه رجاله. انا ما كانش عاجبني امام عاشور من اول الماتش يا باشا. انا مش عارف في ايه، مش عارف ماله، حاسس انه مش قادر يجري، حاسس ان وزنه زايد، مش عارف في ايه. لعبت كوره، مسكت كوره على الزمالك. كان من بعد الجون الثالث تريزيجيه، ضربه الجزاء تريزيجيه، اقسم بالله العظيم والله قلت اول ما اتحسبت قلت اي حد يدخل يشوط غير تريزيجيه. كنت 90% كان عارف، 90% هتلاقي الناس اللي هتشوف الحلقه وهتسمع الحته دي تقول لك كله كان عارف ان تريزيجيه هيضيع. وقولوا لي في الكومنتات برضه، بس انا متاكد ان كلكم كنتوا عارفين انه هيضيع ودخل ضيعها. هو تريزيجيه مش متخصص في ضربات الجزاء من كاس العالم باينه. حتى الكره اللي ضربه الجزاء اللي جابها في الزمالك الدور الاول شاطها في نص الجون، ما شاطهاش احسن حاجه. خلي بن شرقي يخش، خلي اي حد يخش. طاهر بيشوط ضربات جزاء، والله بيشوط ضربات جزاء حلو. السوبر الافريقي بتاع الرجاء شاط كذا ضربه جزاء، انا فاكر له كذا ضربه جزاء بيشوطها حلو، وضيع برضه بس بيشوط كويس. وكنت ادخل اي حد تسجيل، بس الحمد لله هي مش مكتوبه لك، مش مكتوبه لك. كنا بنطلقه كان فين من بدري، كان فين الواحد من جواه فرحان. بس برضه بيقول الموسم يعني لو كنا بدأناها بدري شويه، على الاقل من ماتش بيراميدز اللي فات. قال لك الاهلي يا ابو ثلاثه، يا ابو ثلاثه، تعالى يا ابو ثلاثه، تعالى يا ابو ثلاثه. مين ابو ثلاثه؟ يالا مين ابو ثلاثه؟ شفت مين ابو ثلاثه؟ رقعتها لك. سالت فين بن شرقي؟ دي وريتك فين بن شرقي. عايز تشوف ايه تاني؟ قول لي وانا هوريك، تتكسفش. قلت لي عايز اشوف فين بن شرقي، فين ايه، وريتك فين بن شرقي. اللي انت نفسك تشوفه هوريهولك. ما تتكسفش يا زيزي، ما تتكسفش يا زمالك، يا جمهور الزلو ما تتكسفوش. احنا كجمهور انا هنوريكم اللي انتوا عايزين تشوفوه كله. بدأ الماتش الاتنين خايفين من بعض، مش كخوف الاهلي، مش كخوف الاهلي برضو كضغط. اللعيبه نازله برضو كضغط، اللي هو ايه، اصل الماتشات اللي زي دي فيها كل الحسابات. انا نازل خايف. طب انا لو خسرت، ما هو كل اللعيب اللي في الملعب بيفكر في كل دوت. رد فعل الجمهور هيبقى ايه؟ طب اللي هيحصل ايه. مفيش يا جماعه. خدينا من هنا بدأ الزمالك يمسك كرة شويه، الاهلي يمسك كرة شويه، لحد جون بن شرقي. بن قلبي، يا بن قلبي، يا بن قلبي، اتلعبت حلوه قوي. من طاهر، عمل الكروس عالمي، عالمي والله يا طاهر، والله كروس عالمي. وبن شرقي ما سماش، بن شرقي ما سماش على الكوره، دخل طق رزعها في الجون. وركزوا في النقطه ديت اللي خد باله منها، بعد ما جابوا الجون جري وراح شايط الكوره تاني. ده ضغط، ده ضغط على اللعيبه، والله ضغط على اللعيبه. في لعيبه بتحاول تعمل اللي عليها، وفي نفس الوقت مفيش لعيب جنبه مساعده، مفيش مدير فني مساعده، مفيش اداره مساعداه. ده ضغط. الكوره بعد ما حط الكوره بالجون وراح شايط الكوره تاني، ده ضغط. شوفوا من احتفال اللعيبه برضه ضغط. حط الجون الاول بن شرقي بعد عرضيه نموذجيه من طاهر. بدا الاهلي يمسك الكوره، بدا الثقه تبقى موجوده شويه، بدا العب بثقه، مش خايف. اللي هو انا جبت جون عايز اضغط واجيب التاني. كانت موجوده الحته ديت. ما رحناش بهجمات كتير بعد ما جبنا جون، رحنا بالكوره بتاعت تريزيجيه. برضه ضاع تريزيجيه النهارده، مش عارف في ايه، متسرع. راح بالكره اللي راح بيها ديت برضه، يعني ما كانش امن فيها.
الشحات، الولا ولا اهو، حسين الشحات اهو، الولا ولا اهو، حسين الشحات اهو ابن النادي. انا بقولها لك ابن النادي من زمان قوي يا ابني، من زمان قوي والله العظيم الواحد بيثق فيك. مشكلتك انك بتبقى بحالات مفيش استمراريه كبيره، بس يا باشا اما بعتمد عليك بلاقيك. ده كفايه انت قافل لهم النادي، ده هيولعوا بن شرقي لعبها له بينيه حلوه قوي قوي قوي. واللي احلى بقى هو رايق، الشحات الرايق، قال لك بالسيجاره وبكوبايه الشاي راح غمزها للمهدي الخرم. يا مهدي يا خرم، لب بسيط كده من فيه يا باشا، مفيش اجمل من كده، مفيش هدوء احسن من كده. لعيب خماسي، الشحات لعيب خماسي، لعيب صايع كوره زي ما بيقولوا. شفت الجول التالت بتاع بن شرقي بيفكرك بايه؟ قول لي كده، قول لي قبل ما اقول لك الجول التالت بيفكرك بايه. صح، كرة زيزو اللي ضاعت. ما بشيلش زيزو اهم حاجه، لان انا زي ما قلت لك الحلقه بتاعت امبارح، انا ما اقدرش اشيل زيزو كل المشاكل اللي الاهلي فيها، ما ينفعش. بس اتلعبت من امام برضو، حطها حلو، الكره الوحيده اللي امام عملها في الماتش اتحطت لبن شرقي. بن شرقي يا باشا راح راكنها بكل سهوله يا باشا، انت على الكره على الارض من تحت ايد المهدي. الجون التالت، الجون التالت وفي كورتين كمان لو كانوا جم يخلص الماتش بقى 5 كده، بقول لك 3-0 مع الرأفة. ولولا السباك اللي واقف على الخط بتغييراته. يعني ايه التغييرات ديت؟ ايه التغييرات دي؟ عندك زيزو نزل ليه العب ب4-5 نص ملعب؟ انت كنت بتلعب بمروان وبإمام وبديانج 4-5 والله، مروان وإمام وديانج وبن رمضان 4 نزلهم نص ملعب ليه يا باشا؟ عارف ان امام بيزيد على الطرف وبيكمل جوه وبتاع. امام عايز يمسك الكوره يعمل كل حاجه، والله ما عمل حاجه غير الكوره اللي بتاعت الجون التالت اللي لعبها بن شرقي، دي الكوره الوحيده. وزنه زايد، ما تعرفش البدني بتاعه ماله، ما تعرفش هو في ايه يا باشا. مش عايز تكمل، احنا مش عايزينك، سكه ودغري كسبنا الحمد لله، وده الطبيعي بتاع الاهلي. الزمالك مراتي بنزل ارقعه وماتش خلي، ده الطبيعي. انت عايز ايه؟ اسوأ لعيب في الماتش امام عاشور، مش عايز اكون قاسي برضو كسبانين وبتاع، بس اسوأ لعيب في الماتش. مش ما بيجريش، وزنه زايد، الكوره بتجيله عايز يرقص ال11 لعيب بتوع الزمالك، عايز يعمل كل حاجه، اناني. وتريزيجيه برضو في حته الانانيه ديت، يعني تريزيجيه نفس الكلام، اسوأ واحد امام ويجي من بعديه تريزيجيه. الاثنين قلبين الدفاع ياسين وهادي رجاله رجاله. وانا هادي دوت كنت مستغرب ان ياسين بيلعب عليه، يعني كان بيلعب ياسين وياسر، كنت مستغرب ان هادي دوت، لان هادي دوت لما كان ياسين مصاب كان عامل اداء حلو قوي وكان متالق. رجع ياسين قعده المدرب. انا بالنسبه لي هادي الواد يلعب على ياسين، مش هتجيب، مش لو ما جبناش لازم نجيب مدافع كده كده، بس كمل يا باشا هادي وياسر. هادي ياسر ربنا يشفيه وما رجعش، كمل ياسين زي ما هو. وبيكهام عمل اداء جامد قوي برضه، هجوميا مش قوي بس دفاعيا الله اكبر، وعنده ثقه في نفسه. في كوره خد فيها ال3 دي ثقه لعيب، ديت انا يعجبني اللعيب اللي واثق في نفسه. نازل يا باشا واثق في نفسي، انا واثق. خد الكوره كان الاول لعيبها بص قصيره، جري ضغط جوه حط جسمه رقص الاول التاني التالت كمل، عنده ثقه في نفسه. كوكا برضه بيجري وبيحاول، ودفاعيا الجبهه بتاعته كانت مفتوحه، بس انا شايف ان تريزيجيه ما كانش بيرجع يساند معاه. وعنده اخطاء ان هو كان مركز قوي، بالذات لما فزيرا راح له مركز قوي مع فزيرا، ركزوا فيها. هتلاقوا فزيرا لما بيقطم لجوه من غير كوره يخش جوه، تلاقي كوكا سايب الجبهه بتاعته وساحب معاه. انا مش عارف بروح كده ليه، بس ماشي. انا ما بقيمش لعيبه، بس هنقيم اللعيبه النهارده، هنقيم اللعيبه. شوبير 9/10، شوبير هدي ياخد 9/10. انا اول مره اقيم اللعيبه. مصطفى شوبير ياخد 9/10 على ضربه الجزاء، على الكره اللي طلعها. مش هقول لك 10/10 ان ايه، 10 دي متشاله لواحد. هدي بيكهام 7/10، دفاعيا كان الله اكبر عليه. هادي رياض 7/10، ياسين مرعي 8/10. في برضه ياسين مرعي في الحته مش عارف بيقلش ليه جوه منطقه الجزاء في كره، بس ظبطها شويه المره دي وكان بيلعب بروح، اللي كان عاجبني فيه الروح، كان عاجبني فيه الروح. كوكا هديله 6/10. في نص الملعب مروان مسمار نص الملعب، الله اكبر عليك. كان النهارده الشوط الاول ونص الشوط الثاني يعتبر في نص الملعب لوحده،
وتاكلينج هنا وتلاقيه ناحيه اليمين وتلاقيه ناحيه الشمال. اي مش هجومين مش قوي، بس شاط كوره برضو اللي شالها المهدي ديت على الواقف بيحاول يكمل، ان كان شايل نص الملعب لوحده. هديله 8.5 من 10. نيجي لامام عاشور هديله 2 من 10. امام عاشور 2 من 10. الشحات 9 من 10. 9.5 من 10 حسين الشحات. طاهر 9 من 10. تريزيجيه امام خد 2. ايه ده تريزيجيه 3 من 10. بن شرقي 10 من 10. الشحات 9.5 من 10 وبن شرقي 10 من 10. بن قلبي قال لك عايزين نشوف فين بن شرقي، اهو بن شرقي اهو، يلا بن شرقي اصحى فوق واعرف مقامك، اعرف مقامك. انا النادي الاهلي يلا، انا النادي الاهلي يلا. حتى لو ما خدناش الدوري لسه، بص انا مش هفقد الامل زي ما قلت لك، انا مش هفقد الامل الا لما الدوري يتحسم رسمي. تخلي بالك الزمالك لو الاهلي كسب الماتشين والزمالك خسر ماتش وبيراميدز كسب الماتشين بتوع بيراميدز ياخد الدوري وانا ابقى التاني وانت التالت، مش هبقى فرحان اكيد، مش هبقى فرحان، انا ما بفرحش بالمركز التاني. اي نعم احسن لي من ملعب الفضيله العب دوري ابطال، بس انا مش ذاك مش هفرح اقول ايه يلا زملكاوي. جمهور كيوت قوي والله، جمهور كيوت قوي. وانا بقول لك يا زمالك انت لا هتاخد الدوري ولا هتاخد مركز تاني. من بعد الماتش بعد ما رقعتك 3 اهو بقولها لك، لا هتاخد، وقلتها لك في سيناريو اللي انا كنت متوقعه في ليله الماتش بتاع حلقه امبارح، وبقولها لك تاني النهارده. لا هتاخد الدوري ولا هتاخد مركز تاني، هتفنش تالت، والدوري هيبقى رايح جاي ما بينه وما بين بيراميدز، اقرب لبيراميدز، بس انا كاهلي وكاهلاوي مش هرمي الفوطه، هلعب لاخر نفس. الله يا باشا، ما السنه اللي فاتت ما بيراميدز خسر ماتشين ورا بعض، ايه يعني يمكن يخسر ماتش ويتعادل ماتش. هلعب لاخر نفس لان اسم الاهلي كبير، اسم الاهلي كبير. خساعة موسم بتاع لسه هنعالج اخطائنا وهنرجع. هنرجع 2019 قلناها لكم، لقد ايقظتم غضب الشيطان او المارد، ولا لك دلوقتي تاني لقد ايقظتم غضب المارد. اللي جاي سواد عليكم يا زمالك باذن الله. توقعنا وباذن الله الاثنين توقع باذن الله. هتفنش تالت، هتاخد دوري، هتفنش هنا وهتخسر كونفدراليه. حبيب قلبي حبيب قلبي يا زيزي، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله. مبروك للاهلي.